اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم. يا مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنعمل سر بقى السمك اللي احنا الجاهز بنجيبه من بره. هنعمل عجينة جميلة جدا هتخلي الزيت معانا لاخر سمكية، الزيت يبقى معانا نضيف. معانا بقى كمون وكزبرة ناشفة ومعانا شطة ومعانا بهارات سمك. وبعد كده حطينا طبعا الثوم والملح، وهنحط كزبرة خضراء، وهنحط طماطمايه كده هنقطعها تقطيع صغنن. هنعمل بقى بالهون كده او نهرسها كده في الكبة. وبعد ما تنعم كده معانا خالص زي ما نعمل كده هنبتدي بقى نجيب بولة فيها دقيق. طريقة كويسة جدا وريحتها حلوة طبعا. خلاص انا كده حطيت الليمون طبعا بعد ما هرستها بالايد الهون. البولة بقى ديت اللي فيها شوية دقيق هنحط عليها بهارات السمك، طبعا بتبقى متشكلة فيها كل حاجة. وبعد كده طبعا الطبق التاني دوت انا حاطه فيه دقيق، هقلب هنا خلاص بهارات السمك مع بعض مع الدقيق. عجينة ديت بصراحة بنعملها بتخلي السمك معانا مقرمش زي بتاع بره بالظبط. وبصراحة الزيت بيفضل لآخر سمكية نضيف خالص كده. خلاص انا قلبت البهارات مع الدقيق، هنزل بقى كده بشوية مية. بتبقى العجينة سلسة يعني كده، بتبقى لينة خالص ما بتبقاش تقيلة. هقطع انا بقى هنا السمك كده بالنص. حابة انت بقى تسيبيه يعني سليم كده، بس انا بصراحة بحب اقطعه بالنص علشان الولاد ساعات لما يعني يجي ياكلوا السمكية بياكلوا مثلا ايه حاجة بسيطة كده منها ويسيبوها، لا انا اديهم نص. وبعد كده لو حابين ياخدوا تاني اديهم عشان ايه ما بهدلش السمك كله مني. وبعد كده بقى نغص كده بالسمكية بالسكينة كده في السمكية من النص عشان طبعا تتشرب كده من التتبيلة بتاعتي اللي احنا عملناها. عبارة عن التتبيلة نقولها تاني ايه، عبارة عن توم وملح وشطة حمراء وكزبرة خضراء وكزبرة ناشفة وبهارات سمك وكمون. وبعد كده هرستهم كويس جدا، وبعد كده نزلت بقى بالليمون او بالخل بس كده. وبعد كده بقى هتبل السمك بتاعي. طبعا احنا بنبقى غسلينه كويس جدا ومصفيينه كده في مصفى بقى على جنب. خلاص كده تومته انا بس عشان انا مستعجلة شوية عشان عايزة اقلي بسرعة يعني السمك. هو الاحسن بصراحة ان احنا نتبله ونسيبه ايه نص ساعة كده او ساعة، نلفه كده في بولة كده بستريتش ونسيبه كده على جنب. وبعد كده بقى نعمل العجينة بتاعتنا ديت. بصراحة بتخلي السمك من بره مقرمش وايه، بتخلي السمك كله كمان نفس اللون. ما يطراش معاكي. دايما في ناس يقولوا مثلا السمك بعد ما بنقليه بيبقى طري، علشان دايما لما بنيجي نجيب سمك جاهز بنحس بالفرق. فهم دايما بيعملوا اللي هي التلحيسة ديت، اسمها التلحيسة او عجينة السمك. بيعملوا دايما الطريقة ديت حلوة جدا بصراحة، بتخلي السمك كله نفس اللون وبتخليه مقرمش. وهوريكي دلوقتي كمان الزيت بيفضل معاكي لاخر سمكية، الزيت يفضل معاكي نضيف. يعني احنا ممكن طبعا نشيله على جنب نخليه ايه للسمك المرة الجاية، وبعد كده بقى خلاص نرميه. لكن طبعا احنا لما بنيجي نعمل السمك بتاعنا بصوا انا كده خلاص ببطن السمكية بتاعتي بالدقيق وانفضها كده خالص. وبعد كده انزلها بقى بالعجينة بتاعتنا اللي احنا عملناها، تكون لينة كده شوية ما تكونش يعني سميكة يعني الدقيق مع المية وكده بس كده. ويكون طبعا الزيت غزير. وانزل بقى كده بالسمك بتاعي، بس انزل الاول بالمكرونة. كنت جايبة بقى ايه يعني مثلا بنوع بقى كده مثلا شوية بولتي احط معاهم كام واحدة مكرونة. انا مثلا نفسي في اللي هي السمك اللي هو التونة الماكريل ده، بحب بصراحة اعمله بالخضار، كنت عاملاه قبل كده. طبعا انا كنت عاملة فيديو قبل كده عن السمك والرز والسلطة والطحينة وكل حاجة. انا النهاردة بس كده ايه حبيت ان انا بس اوريكم عجينة السمك بتاعة المحلات الجاهزة بتتعمل ازاي. بصوا كله نفس اللون. وعملنا هنا معانا رز بني وسلطة بقى وطحينة، والسمك بصوا كله نفس اللون كله ذهبي. والزيت بصراحة كان معايا نضيف للآخر. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تخشوا تعملوا اشتراك وتعملوا لايك، وبحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.